السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في صحه جيده ويلقاكم مهنيين يا رب. واذا اول مره راح تشوفي قناتي وتزوريني، نتمنى ما تبخليش عليا باشتراك وتفعيل الجرس هكا باش يوصل لك كل جديد ليا. الفيديو تاع اليوم راح نبارطاجي معكم المقروط اللي درته للعيد لهذه السنه. وكما قلت لكم في الفيديو اللي فات، يعني الوصفه اللي نحطها في الفيسبوك ولا في الجروبات نصيبها نالت اعجاب المشاهد. راح يعني يسقسوني كيف خدمتي وكيف الطريقه وكامل، راح نحاول نحطها لكم فيديو من الاحسن هكا باش يدوا الوصفه بالتفصيل. اول عفسه سقسوني فيها البنات، قالوا لي علاه القرط تاع الكوشه يجينا يابس كي نديروه نبسوه كامل، بصح يجينا يابس. هل هذا من المزهر ولا من واش؟ البنات هذا مسميد، يعني السميد لازم كي تروحي تشري النوعيه اللي جايه متوسط رايح لرقيق، ماشي هذاك المتوسط اللي رايح لخشين. وباش تلقايه يعني هكا شري تاع الميزان. انا دائما كيما راكم تشوفون نشري تاع الميزان، نمسو بيدي نعرف اذا رقيق ولا خشين. وكاين تاع لي باكي مي صغار وين تسيبي، يعني لا مارك تبيع متوسط يجي شويه رقيق. ووريت لكم يعني الطريقه كيفاه كيلو، اذا ما عرفتوش العبار تاع السنيوه تاعكم كيلو بالطريقه اللي يديروا بها قلب اللوز. يعني حطي سميد في سنيوه وقيسي الصباع الصغير هذا كامل، واذا لحق للنص هذاك هو المقاس تاع السنيوه تاعك، يعني هذاك هو السميد الكيل اللي راح ديريه. سينو تاع الكيل انا هنا راني درت 2 كيلات تاع سميد متوسط، معاهم كيله تاع سميد رطب. انا مولفه ندير 3 كيلات تاع سميد متوسط. المره هذه الكيله الثالثه درتها سميد رطب، وزدت معاها 2 مغارف تاع فرينه. هادو علاه مولفه ندير البيض باش هكا يشد لي في المقله ما يتحليش، وحتى في سنيوه يجيك يعني ما الحبه تشد روحها، ما تجيش طريه بزاف حتى تولي ما تقدريش تتحكمي فيها وترفديها. يعني الفرينه والسميد رطب هما اللي راح يشدوا لك المقروط تاعك، سواء في قليتيه ولا درتيه في الكوشه. واش درت معاه؟ درت رشه خفيفه تاع الملح، ودرت رشه خفيفه تاع القرفه. وبلا ما ننساو لافاني اذا حبيتي ديريها. انا نحب ندير ريحه تاع لافاني، ونحب ندير القارص يعني نعصره مع المزهر. كيما كانش درت القشور تاعو، ما درتش بزاف، درت غير شويه. وكاضافه خاصه درت جنجلان، ملعقه كبيره هكا تاع جنجلان يكون محمص. بالنسبه للسمن، استعملت سمن تاع المدينه، ذوبته في الميكرورون، يعني خليته بارد، ما ذوبتوش حتى سخن بزاف. وزدت يعني كملت الكيل تاعي بالزيت. لازم السمن اللي تخدمي به يكون بارد، يعني ما يكونش ولا دافي هكا شويه، ما يكونش سخون سينو يغلق لك الحبه تاع السميد وما يوليش يتبسس لك ويخسر لك كامل المقروط تاعك. والمقروط هذا تاع الكوشه يبغي بزاف تبساس. كاينه واحده الاخت سقساتني قالت لي واذا ندير لا مارغرين نورمال، نقدروا نديروا بلا مارغرين بصح ولا غير النتيجه والبنه وكامل انا تعجبني بالسمن، يعني المقروط نبغيه بالسمن. كي هو كي الكعك النقاش وهذو الصوالح هذو قاع تراديسيونيل نبغي نديرهم بالسمن. سينو كي نولوا للوصفه، بعد ما تبسيه من الاحسن تخليه شويه، يعني ساعه مده هكا معينه يريح فيها شويه باش تكملي له في الخدمه. هو من اسهل الوصفات هذا المقروط هذا تاع السنيوه، يجي بزاف ساهل. سورتو دوكا العيد الكبير واحد ما يبغيش يدير الحلوى وكامل يدير هذا. بعد ما نبسس كامل لاباط ندير لها رشه حتى 2 رشات تاع مزهر ونخليها تريح، ونجي ندير نوجدوا الحاشو. بالنسبه للحاشو اللي هو الكاوكاو، وكل وحده واش عندها، يعني ديري الجوز، اللوز، البندق، واش تحبي ديري ليسونسيال كل وحده ومقدورها. هنا درت الكاوكاو برك، يعني كنصيحه الكاوكاو تاعك تحطيه في الكوشه ما تخليهش يحمر، يولي حمر بزاف ما يصلحش لا للبقلاوه يعني كحلويات اللي نفرصوا بها بالكاوكاو. من احسن الكاوكاو هذاك ما يحمرش بزاف في السنيوه، سنو يجي يابس. وكي تحبي تعسليه ما يشربش العسيله هذيك. وحتى الكاوكاو تاعك كي ترحيه رحيه في الموايان، ماشي خشين وماشي رقيق بزاف، هكا يجي بزاف شباب حتى في الماكله ما يجيكش ثقيل. بالنسبه للسكر، السكر ما تكثريش تان في الحاشو، يعني كل ما نقصتيه احسن هكا باش كي يكون يطيب ما يتعسلكش وهو يطيب ويبس
كي تخرجيه من الكوشه، وميم طون ما تجيكش الحلوه تاعك ثاني حلوه بزاف. وبالنسبه للمزهر، المزهر ثاني ما تكسروش، يعني الحشو لازم يجي ناشف ما يجيش جاري. ودرت له ملعقه صغيره تاع السمن ولا مارغرين كيما واش عندك، ورشه خفيفه تاع قرفه. تحبي ديري رشه تاع لافاني. بعد ما كملت مع الحشو رحت ندير العجينه تاعي، وليت ليها بعد ما ريحت. رشيت عليها الماء والمزهر. الماء والمزهر جبت كاس تاع الماء، نصها ماء ونصها مزهر. بديت نرش بالعقل حتى نشوف باللي العجينه تاعي يكفيها هذاك الماء، يعني على حسب كل وحده والسميد تاعها، كاين يتشرب كاين ما يتشربش. انت المهم العجين تاعك ما لازمش تعجنيه كيما نديروا الكسره ولا مطلوع وكاع، لازم غير بالاصابع هكا وانت تعرفي القوام. رفدي هكا بحبه هكا في يدك ولعبي بها، واذا تلمت لك هذيك هي يكفيها المزهر والماء. واذا حسيتي بدا ينشف رشي عليها غير شويه مزهر وانت فريتيها. جيبي بلاطو تاعك وديري له مسحه خفيفه تاع السمن ولا زيت ولا زبده. انا درت لها السمن وحطيت النص تاع لاباط تحتها، وبديت نسقمو كيما شفتوا في الفيديو. انا نخير يعني نحب نخدم بهكا، يعني نبدا نفتت كامل على البلاطو هذيك لاباط ونبدا نعدلها غير بالعقل هكا باش كي يطيب يبدا يبان كي شغل سوا مقروط، باسكو كي ديريه بالحلال وبالبابي كويسون كامل يجيني كي شغل ماشي مقروط. المهم انتي راكي تشوفي راني نخدم غير بالعقل هكا. ومن بعد نجيب هذيك لافارس تاعي نحطها في الوسط ونزيد عليهم هذيك لاباط ثان من الفوق، ونحاول نفتتو كامل يعني نغطي كامل البلاط تاعي هذاك الكاوكاو كامل، ما نحاول انه ما يبانش كاع. ومن بعد نسقمو غير بالحلال هذاك الصغير غير بالعقل، يعني مانيش كي راني نسرع الفيديو برك، يعني مانيش نعكز بملاح، يعني نضغط بزاف على لاباط باش ما تجيناش معجنه بالاخر. ونبدا نقيس قسط، يعني هنايا في الحق انا قست 4 سنتيمتر بصح كل وحده والبلاطو تاعها. البلاطو تاعي 25 على 30 سنتيمتر، زعما هي جبت المسطره وقاعده نقيس، وكنت حابه ندير كل حبه قد خدها. المهم انا كي بديت نقطع بالموس تعوج لي شويه. برك انتيا كي تبداي تقطعي وكامل حابه ديري حاجه بالطبع اخدميها غير بالعقل والتركيز. انا كنت مزروبه. ليسونسيال هنا جبت واسمه هذا النقاش هذاك اللي يجي خشين العريض. بديت ننقش كيما راكم تشوفوا، يعني درتو هكا كتزيين بسيط. واذا عندك مكسرات ولا تقدري ديري زيني بالمكسرات. انا ما كاش عندي. والعجينه اللي بقات ما درتهاش كامل، خرجت منها هاد الحبيبه تاع المقروط تاع المقله. انا نبغي بزاف المقروط تاع المقله بهذه الطريقه ونعسلو. برك انا المقروط تاع المقله ما نكذبش عليكم نحب نستعمل السميد يكون متوسط اللي رايح في الخشين، هذاك اللي نستعمله في المقله. بصح تاع سنيوه نستعمل هذا اللي يجي متوسط رايح للرطب. كي نطيبها 45 دقيقه في الكوشه. انا دخلتها الكوشه كانت سخونه، خليتها في يعني في الطرف الوسطاني وخليتها تطيب من تحت كامل. نسيت نقول لكم لازم تقطعوها، يعني تقطعوا الحبه كامل قبل ما تدخلوها الطيب، يعني تقطعوها تقطيع حتى يلحق لتحت كامل تاع سنيوه. هكا كي تحبي تشوفي واذا طاب ولا تجيك سهله. ومن بعد بداي تشوفي واذا طاب لك تحمرت لك من التحت، يعني شعلي لها من الفوق تحمر لك من الفوق. وهي سخونه جيبي هذيك العسيله واحد 600 غرام هكا، وديري لها شويه تاع ما زهر خلطيها ملح وشربيها العسيله وخليها ليله حتى الغدوه من ذاك قسميها. انا في نفس الليله قسمتها وراني نوريها لكم ونصورها لكم. والاخر ثاني كنت سخنت العسيله ثاني مع المزهر وعسلته. وما نقول لكمش يعني شهيتكم في الجنه، جا بزاف شباب. وهاد لا كونتيتي كنت ناويه ندير الصاب اللي ندير لا كونتيتي هذه تاع المقروط خرجتني بزاف، وانا ما عنديش الغاشي في الدار. ايا قلت ما كان لا نزيد حاجه واحده اخرى، هذو بزاف عليا.
كما يقولوا ناكل ونوكل. يعني اللي حبت دير حاجه حلوه هكا مع القهوه مع لاتاي، هذه الوصفه بزاف سهله اقتصاديه وميم طون ما تشدلكش كامل الوقت. وكما شفتوا 3 كيلات تاع سميد خرجت منها سنيوه، ما حسبتش الحبات شحال خرجت لي من حبه، بصح خرجت لي كميه شابه. وزدت معاها الطبسي تاع مقروط تاع المقله. واش نقول لكم، يعني عجبهم بزاف في الدار وجا مرمل. جا والله غير قلب اللوز بقلاوه كل يعني تحيري واش تسميه هذا المقروط. هكا نقول لكم. واذا ما طليتش عليكم كامل نقول لكم صحه عيدكم، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله، في وصفه واحده اخرى. تبقاو على خير، مع السلامه. وما تبخلوش عليا كما قلت لكم باشتراك وتفعيل الجرس، هكا ليصلكم كل جديد ليا. مع السلامه، تبقاو على خير.